المزاج حاجة غريبة قوي وموجودة في كل البشر، والحقيقة هي حاجة مثيرة جدا للاهتمام، لأن كلنا مش بنفس المزاج ومش كلنا بنعرف نعدل مزاجنا بنفس الطريقة. يعني عندك مثلا في ناس بتعدل مزاجها بكوباية شاي بعد الأكل، أو بكوباية قهوة الصبح بدري، أو حتى بسجارة مع كوباية الشاي بعد الأكل. وطبعا الشاي ما يتشربش إلا مع السجارة، كلمة الفنان الشهير اللي مش عارف اسمه لأن أنا أصلا ما بحبش الأغاني الشعبي. وبمناسبة الأغاني، في ناس بتعرف تعدل مودها بموسيقى هادية أو بنوع معين من الأغاني مثلا بيحسسهم بشعور كويس، وفي ناس برضو بتعرف تعدل مودها بالمتة. أكيد في مرة وأنت بتتفرج على ماتش كورة مثلا لفريقك المفضل وليكن برشلونة، أكيد خدت بالك إن في لعيبة بتشرب حاجة غريبة في إيديهم زي ميسي ونيمار ولويس سواريز وغيرهم كتير قوي من اللعيبة. والحاجة الغريبة دي هي المتة، المشروب العشبي اللي منتشر بكثرة قوي في أمريكا الجنوبية وخصوصا في الأرجنتين. هل سألت نفسك ليه اللعيبة بتشرب المشروب ده بالأخص؟ يعني ليه مثلا مش القهوة أو الشاي أو النعناع أو اليانسون؟ ماشي أوكي، أكيد بيشربوا الحاجات دي كلها وأكيد بيشربوا قهوة، بس ليه المشروب ده اللي بيشربوه دايما في المطوشة؟ بما ان اللي بيشربوه دول لعيبه رياضيين واكيد اكيد اكيد بيكونوا مهتمين جدا بالصحه بتاعتهم عشان يأدوا اداء كويس في الملعب، فهتسأل نفسك هي ايه المتة دي؟ المتة مش مجرد مشروب عشبي مجفف بيتشرب بشويه ميه سخنه كده وخلاص، لا ده ليه مزاج وليه اصول وتقاليد كتير قوي في شرب المتة. بس قبل ما نشوف ايه هي التقاليد والاساليب اللي بتتشرب بيها المتة، خلينا نعرف هي المتة دي بتعمل ايه. المتة رقم واحد هي منشط طبيعي، فيها كافيين اعلى من الشاي واقل من القهوه، فهتعدل مزاجك وهتديك طاقه كويسه قوي، مش زي القهوه اللي ساعات بتتعب المعده، واحيانا القهوه بتعمل توتر عالي قوي. رقم اتنين مليانه مضادات اكسده اكتر من اللي موجوده في الشاي الاخضر، يعني هتحارب الالتهابات وهتقوي المناعه عندك وهتساعد جدا في هضم الاكل. رقم 3 بتحسن المزاج والتركيز. المتة فيها مركب اسمه ثيوبرومين، وهو ده نفس المركب اللي موجود في الشوكولاته اللي بتديك احساس السعاده والتركيز، وبرضه بتديك شويه نوع من انواع الاسترخاء. شربك للمتة حرفيا هيعدل مزاجك ويخليك حاسس شويه بالاسترخاء. رقم 4 بتساعد على حرق الدهون وانقاص الوزن، لانها بتساعد على الهضم وبتقلل الاحساس بالجوع، وده ممكن يساعد الناس اللي عايزه تخس. رقم 5 بتحسن الاداء البدني. الرياضيين بيشربوها عشان تزود طاقتهم وتساعد على التحمل اثناء التمرين، وعشان كده معظم اللعيبه بيشربوها ومش بعيده تكون من ضمن روتينهم اليومي. رقم 6 بتنظف الجسم من السموم، لان المتة بتساعد الكلى والكبد ان هم يتخلصوا من السموم اللي موجوده في الجسم. رقم 7 وهي انها مشهوره في امريكا الجنوبيه وعامله زي الشاي هنا عندنا، يعني لما تروح تزور اي حد هيعزمك على متة، وقاعدين على القهوه هيعزمك على متة، وتعتبر رمز للصداقه عندهم، يعني يعتبر ليها تاريخ زي الشاي. مش زي الشاي بالظبط بس برضه ليها تاريخ. رقم 8 فيها فيتامين ومعادن كتير قوي مفيده زي الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم. طبعا فيها فيتامين بي وده اللي بيحافظ على صحه الجسم. رقم 9 بقى ودي يمكن اكتر حاجه حلوه هقولها لك في الفيديو دوت عن المتة، ان هي ممكن تتشرب بطرق مختلفه كتير قوي. ممكن تشربها بنعناع، ممكن تشربها بقرنفل، في ناس بتشربها بلبن، في ناس بتشربها سخنه، في ناس بتشربها ساقعه، في ناس بتشربها بسكر، وكمان في ناس بتشربها بعسل. ليها طرق كتير قوي في الشرب، مش بس طريقه واحده، يعني مش مجرد ميه سخنه وخلاص. وعشان كده قلت لك ليها طرق وتقاليد كتير قوي في التحضير، ليها اساليب معينه حرفيا في التقديم. رقم 10 وهي انها ليها طعم مميز قوي وقوي، مر حبتين بس طعمها حلو قوي. ولو انت ما حبيتش طعمها او حسيته قوي عليك شويه، لو انت مثلا ما بتشربش حاجات فيها سكر، انت ممكن تضيف النعناع او ممكن تضيف لها شويه عسل او شويه سكر، هتحسن طعمها حلو قوي هتعجبك. وعلى فكره المر بتاعها مش مر زي ما انت متخيل بقى اللي هو المراره الرخمه اللي بتنشف البق، لا هي المر بتاعها مر لطيف كده، مش عارف يعني هتحس احساس ده ولا لا، بس انت لو بتشرب قهوه ساده او بتشرب مشاريب ساده وخصوصا القهوه هتعرف يعني ايه المر الحلو. طعمها مر بس حلو. قلت لك 10 حاجات كفيله انها تخليك تحب المتة، وممكن على فكره تسيب القهوه وتشرب متة لانها بتقوم بنفس دور القهوه، بس المشكله ان هي فيها كافيين اقل شويه من القهوه، بس على فكره بتفوق. طبعا هيجي في بالك سؤال، وهو اكيد ما دام ليها فوائد هيكون برضو ليها اضرار. ايوه المتة ليها اضرار زيها زي اي حاجه في الدنيا كترها مضر. القهوه لو شربتها بكثره في اليوم مضره، الشاي لو شربته بكثره في اليوم مضر، الميه اللي بنشربها لو شربتها بكميه زياده عن اللزوم مضره، هتتعب الكلى وممكن تسبب للسموم وممكن تموت اصلا. وعشان تبقى في السيف زون ما تشربش المتة بكميات كتيره قوي في اليوم، يعني اخرك مثلا كوبايتين متة. وتعالى اقول لك انا قصدي ايه بكوبايتين متة في اليوم. المتة لما بتحط الكوبايه وتحط المتة فيها، على فكره المتة بتتشرب نص الكوبايه متة والنص التاني ميه سخنه، وبتتشرب في كوبايه صغيره شويه، ما بتتشربش في كوبايه كبيره او كوبايه مثلا صغيره قوي، لا يعني وسط كده. بتحط شويه متة في النص اللي هو نص الكوبايه، وبعد كده بتصب ميه سخنه، وبعد كده بتشرب المتة. بعد ما بتخلص الميه السخنه تقدر تصب ميه سخنه كمان تشرب المتة تاني. ممكن تعمل الموضوع دوت حوالي 3-4 مرات، ولو عملت الموضوع دوت في كوبايتين يعني شغال، انت كده مش بتضر نفسك قوي، او مش بتضر نفسك يعني يعتبر مش بتضر نفسك، انت كده ماشي
السليم بتاعها. انت بتشرب الكميه المعقوله في اليوم اللي هو حوالي 8 مرات، بس هم مش 8 مرات بالمته او بنفس تركيز المته اللي انت بتعمله بتاع اول مره، لان كل مره التركيز بتاعها بيقل شويه. لما تلاقي ان المته ابتدت تنزل تحت والميه تكون فوق، فهي كده اسمها فرطت او خلاص مش هينفع تشربها تاني، لان انت لما تيجي تشرب المته وتيجي تصب الميه السخنه، المته بتطلع فوق والميه السخنه بتنزل تحت، تقدر تشربها كده. لو انت بقى لسه جديد هنا في القناه، فانا احب اقول لك جرب المته علشان انا جربتها. ولو ما تعرفش محتوايا هنا في القناه، فانا ما بطلعش اتكلم في اي حاجه عن القناه هنا الا لو انا عارف معلومات كافيه عنها، يا اما جربتها بنفسي فجاي انقل لك التجربه. ولو انت متابعني من زمان وعارفني او متابعني من ايام ما كنت بنزل ريلزات على الانستجرام ليها علاقه بفلوج يومي او حاجات شبه فلوج يومي، هتعرف ان انا بشرب المته دي من زمان قوي، وحرفيا انا مدمنها. انا بعشق حاجه اسمها مته. انا اول حاجه بعملها اول ما بصحى من النوم كده بفتح عيني صباح الخير لازم اشرب كوبايه مته قبل اي حاجه. ممكن اغير ريقي مثلا بشويه مكسرات كده او اي حاجه بس تشغل بطني، وبعد كده لازم اشرب الماء. طبعا لازم اشرب كوبايه قهوه في نص اليوم او في بدايه اليوم، لان انا مهما حاولت ومهما عملت مش قادر استغنى عن القهوه. مفيش اصلا اي مشروب حرفيا في الدنيا كلها يقدر يخليني استغنى عن القهوه. القهوه دي في مكانه ثانيه عندي، القهوه دي في قلبي بحبها جدا. فخليها دايما في بالك، بما اني طلعت اتكلمت في فيديو، اعرف حاجه من الاثنين، يا اما انا قلت معلومات كافيه عنه او انا عارف معلومات كافيه عنه تقدر تخليني اطلع اتكلم بثقه قدام الكاميرا وانقل لك المعلومات، يا اما انا جربت الموضوع ده فجاي انقل لك التجربه الخاصه بيا. فانا بقالي اكتر من سنتين تقريبا بشرب مته، وعلى فكره موضوع حلو قوي، تحس بنشاط كده وهو بتصحى من النوم، تحس بتركيز. على فكره بتقلل خالص وجع المعده، مش زي القهوه مثلا لو شربتها على الريق او لو اكلت حاجه خفيفه قوي وشربت القهوه ممكن توجع بطنك شويه وتحسسك ان انت متوتر كده. لا المته ما بتعملش كده، فعشان كده بقيت اشرب المته الصبح والقهوه مثلا بعديها بساعتين كده ولا حاجه. بس بصراحه انا مش هقدر استغنى عن القهوه، يعني القهوه دي عاده، حرفيا عاده فيا. انا بعملها كل يوم بدون ما ابذل اي مجهود ان انا اروح اعمل كوبايه قهوه، لا هي تلقائيا كده اصلا بلاقي كوبايه القهوه في ايدي وانا مش فاكر انا عملتها امتى. يعني بروح اعمل القهوه وارجع واقف مثلا في الشباك اشرب القهوه، وبعد كده افتكر ان انا عملت القهوه وانسى بجد انا حضرتها امتى. الموضوع بقى عاده، يعني انا مش هقدر اتخلى عن العاده دي ابدا، لان انا مدمن قهوه، انا بحبها جدا. وبس ده اللي كان عندي اقوله لك في فيديو النهارده، وعايزك تستنى مني سلسله فيديوهات نازله قويه قوي هنا على القناه، بجد هتعجبك قوي، هتلاقي تطور كتير قوي في التصوير والمونتاج، فاستنى اللي جاي. فما تنساش الاشتراك واللايك وتشير الفيديو لصاحبك اللي لسه ما يعرفش المته. خوارزميات اليوتيوب بتقول انك لو شفت الفيديوهين دول هيعجبوك جدا وهيخلوك تشترك في القناه وتعمل لايك وتعمل شير. وبس كده، اشوفك في فيديو جديد.